السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كانوا بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد إن شاء الله راح نتكلم على آخر المستجدات حول عدل 3 وموعد تسليم أولى سكنات عدل 3 حسب تصريح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. فقط خوتي قبل ما نكمل الفيديو تاعنا فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة اللي مازال مش مشترك وأول مرة يشوف القناة تاعنا، والإعجاب بالفيديو وبارك الله فيكم. اذا خوتي نبداو الفيديو تاعنا على بركه الله. كما سمعتوا في مقدمه الفيديو راح نتكلموا على اخر المستجدات حول صيغه عدل 3 واخر التصريحات للمدير العام للوكاله الوطنيه لتحسين السكن وتطويره عدل حول تاريخ تسليم اولى سكنات عدل 3. الكثير من المتتبعين خاصة المقبولين في عدل 3 راهم يتسألوا وقتاش يستلموا السكنات تاعهم أو يسلموا المفاتيح من أجل الاستفادة من سكناتهم، لأنهم الكثيرين يحتاجون إلى هذا السكن. كاين اللي كاري، كاين اللي مع العائلة، كاين اللي عنده ظروف. المهم وإحنا اليوم إن شاء الله جبنا لكم كل التفاصيل من خلال تصريحات للمدير العام للوكالة الوطنية. إذن تحدث المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل رياض قمداني الثلاثاء عن إمكانية تسليم جزء من سكنات عدل 3 السنة المقبلة في حال سير الأشغال وفق البرنامج المخطط له. وفي تصريح للصحافة على هامش وضع حجر الأساس لإنجاز سكنات عدل 3 بولاية ورقلة، كشف قمداني عن استحداث منصة رقمية على المستوى المركزي مختصة لمتابعة سير وتقدم الأشغال. وأكد المتحدث ذاته أن هذه المنصة التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل وزير السكن والعمران السيد محمد طارق بالعريبي ستسمح برصد أي تأخر محتمل في الإنجاز وبالتالي تداركه في الوقت المحدد. وفي هذا الصدد أشار المسؤول الأول عن وكالة عدل إلى أن مصالحه تعتمد نظام العمل المتواصل 3 في 8 أي طرويت، يعني العمل متواصل 24 إلى 24 ساعة مع ضمان جودة الإنجاز. وعن الأجل المتوقع لتسليم السكنات أوضح قمداني أن الزيارات المقبلة ستكون مخصصة لمعاينة نسبة تقدم الأشغال مع وجود احتمالية تسليم جزء للسكنات خلال السنة المقبلة. وبتكليف من وزير السكن والعمران السيد طارق بالعريبي قام رياض قمداني رفقة والي ولاية ورقلة يوم الثلاثاء بوضع حجر الأساس لمشروع 1600 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل 3 والتي سيحتضنها القطب الحضري العمراني 27 فبراير 1962. ويتربع هذا المشروع السكني على مساحة إجمالية تقدر ب 65.64 هكتار، حيث ستكون الوحدات السكنية المنجزة في إطار هذا المشروع من نوع فردي، وذلك حسب النمط المعتمد في المناطق الصحراوية وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية. ويراعي التصميم الهندسي لهذه الوحدات السكنية التي حددت مدة إنجازها ب 24 شهرا أحدث المعايير المعمارية لتلبية احتياجات العائلات من حيث الأريحية والخصوصية. إذن خوتي المدة راه يقول 24 شهرا يعني عامين، وهذا ما نتمناه إن شاء الله، لأنه الكثير من المشاكل واجهت وكالة عدل في إنجاز سواء برنامج عدل 1 أو عدل 2. نذكر مثلا عدل 2 كان اللي سجلوا في 2013 إلى يومنا هذا ما زالوا لم يستلموا مفاتيح سكناتهم للأسف، وكان قد وعد الوزير بتدارك هذا التأخر ووعد بإكمال كل برنامج عدل 3 عدل 2 والانتهاء منه نهائيا، وهذا ما نتمنى إن شاء الله من أجل استفادة كل المواطنين من سكناتهم. بالنسبة أيضا لعدل 3 إذا يعني صح كلام المدير العام 24 شهر يعني سنتين معقولتين من أجل تسلم المستفيدين من سكناتهم. نعرف بلي أكبر مشكل واجه عدل 2 هو عدم توفر الأوعية العقارية، وكما صرح الوزير في السابق أنه أكبر مشكل وهو الأوعية العقارية في عدل 3، وقد تم يعني تحديده وأيضا يعني توفير كل الأوعية العقارية أيضا بالوثائق ورخص البناء من أجل تفادي المشاكل التي حدثت في عدل 2. نواصل المقالة. إذن للإشارة كانت قد شرعت وكالة عدل يوم الاثنين في الرد على الطعون المقدمة من طرف المسجلين في هذا البرنامج السكني، وذلك عبر موقعها www.adial.dz. وفي وقت سابق كشف وزير السكن والعمران محمد طارق بالعريبي أن دفع الشطر الأول لمكتتبي برنامج عدل 3 سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
بينما سيتم الرد على أصحاب الطعون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، وهو ما تم فعلا. وقد فتحت المنصة من أجل الاطلاع على نتائج الطعون المحملة في المنصة الرقمية من قبل المواطنين أو المكتتبين الذين تم رفض ملفاتهم مؤقتا. بالمناسبة نبارك لكل المقبولين سواء في المرحلة الأولى أو مرحلة ما بعد الطعون، وإن شاء الله حظ أوفر للباقي الذين تم رفض طعونهم. للأسف الكثير من المشاكل واجهت المكتتبين خاصة الذين قدموا طعونهم. أنا كنت نبهت في الفيديوهات السابقة أنه يجب التأكد من خاصة المسح الضوئي، سكان للوثائق، وأيضا تطابق المعلومات نفسها مع الوثائق المستخرجة، خاصة كشف الراتب وأيضا التصريح الشرفي، وخاصة الإقامة. شهادة الإقامة يجب أن تكون متطابقة مع التصريح الشرفي وأيضا المعلومات المملوءة في الاستمارة الأولية. لذلك خوتي للأسف تم رفض العديد من الإخوة المتابعين على حسب التعليقات و تدخلات الأخوة المتابعين المكتتبين في عدل 3. نتمنى إن شاء الله يعودوا يفتحوا المنصة، وهذا أكبر سؤال متداول ومطروح من قبل الجميع، خاصة المواطنين الذين يستوفون الشروط الاستفادة من سكنة عدل 3، وللأسف لم يتم أو لم يسعوا في ملحظ في التسجيل نظرا للمشاكل التي واجهت العديد من المواطنين في الاكتتاب يوم افتتاح المنصة الرقمية للاكتتاب 5 جويلية 2024، وينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المنصة من أجل التسجيل. نتذكر تصريح لوزير السكن قبل فتح التسجيلات أو بداية التسجيلات، قال أن كل مواطن يستوفي الشروط سوف يتحصل على سكن عدل 3، وهذا ما نتمنى تطبيقه في أرض الواقع، وذلك بإتاحة الفرصة لكل مواطن يستوفي الشروط ويستحق هذا السكن من الاستفادة من سكن عدل 3. إذن خوتي أي جديد في هذا الخصوص إن شاء الله سنوافيكم به في حين صدوره من المصادر الرسمية. إن شاء الله سنوافيكم به في حين صدوره إن شاء الله. بالنسبة لدفع الشطر الأول، كان أشار الوزير وصرح أن قبل نهاية ديسمبر إن شاء الله سوف يتم دفع الشطر الأول. بالنسبة للقيمة ما زالت لم تعرف إلى يومنا هذا، سنوافيكم به أيضا حين صدورها. كان قال باللي مثلا الطعون قبل نهاية شهر نوفمبر، وتم بالفعل يوم 26 فتح المنصة من أجل الاطلاع على نتائج الطعون. نفس الشيء بالنسبة لدفع الشطر الأول، ربما سيكون في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل. لذلك على كل المقبولين في عدل 3 تحضير أنفسهم وتحضير المبلغ من أجل دفع الشطر الأول. راح يكون حوالي خوتي مقدر ب 28 مليون على ما أظن، بالتقريب فقط خوتي. إن شاء الله راح نديروا فيديو تفصيلي حول طريقة دفع الأشطر، وأيضا بالنسبة فقط نذكر أنه قيمة الأشطر تساوي نسبة 38% من قيمة السكن، تدفع على 5 أشطر. الشطر الأول 10%، وباقي الأشطر 4 7%، والمبلغ المتبقي يدفع عن طريق الإيجار إلى مدة تصل إلى 35 سنة على حسب دخل الفرد أو الزوجين مع بعض. اللي أقل من 8 ملايين راح يخلصوا في 35 سنة، واللي أكثر من 8 ملايين وأقل من 12 مليون راح يخلصوا في مدة 25 سنة. أيضا يتساءل بعض المواطنين عن المدة بين كل شطر وشطر على حسب تقدم الأشغال وباختلاف كل ولاية عن ولاية أخرى، وأيضا على حسب المؤسسات المنجزة لهذه المشاريع. كان ولايات يكون الإنجاز بسرعة أكيد راح يستدعوه من أجل دفع الشطر الثاني والثالث وهكذا، وكان ولايات راح يتخلفوا على حسب تقدم الأشغال. لذلك خوتي أنتم حضروا أنفسكم خاصة الشطر الأول، ومن بعد عندكم الوقت إن شاء الله من أجل دفع الشطر الثاني، وراح نديروا فيديو توضيحي إن شاء الله بالتفصيل حول طريقة دفع الأشطر إن شاء الله، وأيضا الإيجار الشهري. أيضا تساءل بعض المواطنين عن الذين تم رفض طعونهم هل لديهم فرصة أخرى للطعن. هذا السؤال جاء بكثرة من المتتبعين خاصة الذين تم رفض طعونهم. لحد الآن لا توجد أي معلومة، ووكالة عدل لم تدلي بأي بيان أو بأي تصريح حول هذا الموضوع. أي جديد إن شاء الله سنوافيكم به في الخصوص، وأي مستجدات في قطاع السكن خاصة عدل 3 سنوافيكم به إن شاء الله. فقط لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، ولأي استفسارات اكتبوا لنا خوتي في التعليقات. احنا إن شاء الله نحاول سواء بالإجابة على التعليقات مباشرة أو بنشر فيديو إذا تكررت الأسئلة خاصة في موضوع واحد. وفي النهاية حبيت نشكر كل من دعمنا سواء بالتعليقات الإيجابية والاشتراكات والإعجابات. بارك الله فيكم خوتي، شكرا على وفائكم وتتبعكم لنا. فقط خوتي دعمونا، اشتركونا في القناة اللي راهم يتفرجوا بلا ما يشتركوا فضلا وليس أمرا. إذن خوتي إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى.